سلام حبوباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير وصحتكم لاباس. عدت لكم بوصفه جديده شابه وبنينه واقتصاديه. جبت لكم اليوم وصفه للفطور ولا للعشاء اللي تكون مزروبه مقلقه، ماشي عارفه كاع دير فطور ولا دير عشاء، غير روحي ديري هاد الوصفه، راهي بدون لحوم، يعني جد 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 اقتصاديه، والبنه تاعها ما نحكي لكمش. اليوم راح نديرو مع بعض الارز بالشعيريه مع واحد لاصوص مرافقه لهاد الارز، بنينه بنينه بالبزاف، وكما قلت لكم اقتصاديه وتقريبا ما فيها والو. هاد الوصفه حبيباتي راني متاكده بلي كامل غادي تعجبكم. وقبل ما نبداو لا فيديو، اللي مازال ما اشتركش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ويلا بينا حبيباتي، بسم الله. اذا نشوفوا مقادير تاع الوصفه تاعنا. عندنا اولا نصف كاس نتاع الشوربه العاديه اللي نخدموا بها هذيك الفيرميسيل. عندي هنايا نصف كاس، تكون عادي، مش ما كاش ماركه معينه ولا اي شوربه تكون عندكم في الدار تخدموا بها فيرميسيل طبعا. عندي هنا 2 ملاعق نتاع الزبده، 2 ملاعق كبار. عندي 2 كيسان نتاع الرز المفور. شوفوا اللي عندها البسمتي من الاحسن دير البسمتي، تخرج لكم نتيجه فوق الروعه. واللي ما عندهاش تخدم كيما انا بالروز المفور، انا جبتها لكم اقتصاديه، تمدت لكم بالروز العادي المفور. اذا اولا في الطاجين تاعكم ديروا هذوك 2 ملاعق الكبار نتاع الزبده. علاش درنا 2 ملاعق؟ باش تحمص لنا الشوربه تاعنا غايه، وفي نفس الوقت تعطينا نكهه بزاف شابه. هاد الزبده تعطينا نكهه للرز، وفي نفس الوقت لهاد الشوربه، يعني يجينا الرز بزاف شباب. اذا درنا في على نار تكون قليله، نبداو نحمصوا في هذيك الشعيريه تاعنا ولا الشوربه تاعنا حتى تدينا واحد اللون ذهبي كيما راكم تشوفوا. يعني ما تحبسوش تحرك، تقعدوا غير تخلطوا فيها حتى تدي لكم واحد اللون دوغي. بالنسبه لي انا شويه حمصتها زياده، يعني خليتها شويه تحمصت زياده، ما هي يعني عادي. لا كولور كي دوغي كلير كي دوغي هكا فرونسي، يعني عادي غادي تخرج لكم نفس النتيجه. المهم حبيباتي، كي تحمصوها وتوصلوا لهاد لا كولور ولا شويه قل عليها يعني دوغي كلير، حنضيفوا عليها 4 كيسان نتاع الماء، يكونوا سخونين، يكون الماء غالي. هي كل كاس تاع الروز تقابله 2 كيسان نتاع الماء حامي. انا مادام نحنا راح نديرو 2 كيسان نتاع الروز، فنديرو 4 كيسان نتاع الماء، والماء ضروري يكون سخون. اذا انا فرغت هذوك 4 كيسان نتاع الماء على هذيك الشوربه، وراح نزيد عليهم تاني شويه تاع الملح، يعني الملح وبيان سور باش تجينا البنه تاع الملح في الشوربه والروز تاعنا. من بعد راح نضيف عليهم هذاك الروز عفوا، اللي كنت ديجا غسلته من قبل. يعني انا قبل ما نبدا نحمص في ديك الشوربه درت الروز تاعي يعني غسلته 2 فوا، وبعد درته في الكسكاس خليته يكتر. اذا هنا ضفت هذاك الروز وراح نخليهم على نار تكون متوسطه، نغطي على هذاك الروز تاعي ونخليه حتى ينشف ويطيب تماما. انا بالنسبه للطيابه ما غاديش قاعد يدير لكم الوقت، يا ربي لا كثرتو ربع ساعه حتى ل20 دقيقه في الطياب. شوفوا تلقاو هكا دار هذوك الثقبات هكا كاع بالفوق، وتبدو تخلطوه تلقاو كل حبه على يعني موخره على اختها، تلقاوه طايب تماما وناشف في نفس الوقت. هنا اللي كان يعني الروز تخدمت نوعيه شويه كي والو وما طابلهاش الروز، عادي تقدروا تزيدوا عليه كاس تاع الماء وتخلوه يكمل طيابه وتطفوا عليه. هو ليسونسيال ما تخلوش، يعني هو اصلا 4 كيسان تاع الماء حتى 4 كيسان ونص، هذاك هو اطيابه. طفيت عليه وغطيته وجيت نخدم لاصوص تاعي. هنا بالنسبه لهاد لاصوص صوص اكسبريس، شابه خفيفه وبالخف توجد، وتاني بزاف 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 بنينه. عندنا فيها حبه نتاع بصل. عندنا شوفي تستخدموا يا اما 2 فصوص تاع الثوم يكونوا كبار، يا اما فص واحد كبير، يا اما كيما انا راني دايره 3 فصوص صغار، باسكو انا الثوم اللي راه عندي صغير بزاف، تما راني دايره 3 حتى ل4 ديروا فصوص صغار. اما لا عندكم الثوم كبير ديروا 2 فصوص حتى الفص واحد نورمال. وعندي 3 حبات نتاع طماطم كنت قطعتهم مربعات، وطبعا الطماطم تاعي راني مقشرتها قبل ما نقطعها. هنا في مغلا درت شويه زيت، درت عليها البصل، ودرت هذوك الفصوص تاع الثوم كنت قطعتهم، يعني تقطع عشوائي ما ترابوهم ولا قطعوهم غير هكا. وبديت نقلي فيهم كيما راكم تشوفوا. تبداو تقلوا على نار تكون خفيفه، النار تكون هاديه، تقلوا هذاك البصل تاعكم حتى يبدا شويه يبيض. راح نزيد عليه هذوك 3 حبات قلت لكم نتاع طماطم، نخلطوهم معاها مع بعض ونغطوهم ونخلوها حتى هذيك الطوماط تاعنا تطلق لنا كاع ديك الماء وكاع تتبال، ومن بعد نعاودو نرجعوا ليهم.
هنا بالنسبه لهاد الطماطم، شوفوا تاكلوها وحدها تنسكل، ديروها في البيتزا تندار، تعمروها في لي سوفلي، وين ما تحطوها تندار. هذه لاصوص بهبال شابه بزاف. وثاني ما ضلي لا ترابي في البصل، لا ترابي في طوماطيس، لا والو، غير كلشي قطعيه وديريه ضربه واحده. شوفوا هنايا بعد ما طلقت لي يعني هذيك الطوماطيس كامل طلقت الماء تاعها وكامل كيما شفتوا تبالت. دروك راح ندير عليها الملح ونديرو لي زيبيس. بالنسبه للملح نملحو عادي، يعني عينكم ميزانكم، ولا بلا ما نقلعوا كلمه عينكم ميزانكم، ديروا نصف ملعقه هكا صغيره نتاع الملح، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع كمون، شويه تاع فلفله حلوه حمراء، وشويه فلفل حار. وانا كنت نسيت الورقه تاع الرند من الاول، درتها دروك. ما نتوما الا كنتم متفكرين الرند ديروه من الاول احسن. الرند الثاني يعطينا بنه شابه بزاف في لاصوص تاعنا. يعني الرند تنجموا تقولوا ديروه ترافقوه في كل شيء، باسكو يعطيكم بزاف بنه شابه. هنا تاني عندي الزعتره اللي ما نستغناش عليها، ودائما نقولها لكم، انا ما كاش صوص نخدمها الا وندير فيها الزعتره ماشي زعتر، هذه تلقاوها تنباع عند العشاب. درت الزعتره يعني تحكوها شويه ابيضكم، ومن بعد راح نزيد عليهم تاني ملعقه صغيره فقط نتاع السكر، يعني باش نيفيتو كاش حموضيه نتاع لاصوص. قعدت نخلط فيهم كيما راكم تشوفوا لمده 2 دقائق حتى 3 دقائق، يعني تقعدوا تخلطوا فيهم ما بين ما هذيك لي زيبيس، يعني كاع لي زيبيس، يعني لاصوص تاعنا تشرب لنا كاع هذوك لي زيبيس ولا التوابل. وفي نفس الوقت يعني لاصوص تاعنا تكون تكمل في طيابها. من بعد رايحه نطفي على النار، ورايحه هاد المكونات راح نميكسيها. هنا تقدروا تقلعوها من المقله، ديروها في كاش بول يعني يكون عامق باش تسهل عليكم كي تجوا تميكسوها. اما انا ميكسيتها غير في المقله، عجزت باش نبدلها يعني من المقله نديرها في كاش بول. وبيني وبينكم ما بغيت نكثر على روحي الماعين. إذا هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما ميكسيتها يعني تميكسوها بهذا الشكل، هنا رايحه نزيد عليها يعني بعد التميكسات راح ندير لها نصف ملعقه صغيره نتاع فلفله حمراء حلوه، يعني ترجع لنا واحد لا كولور هكا كيما شفتوا، يعني بعد ما تميكسوها شويه يتغير لا كولور تاعها، فنديروا لها يعني نرجعوا لها ديك لا كولور شويه الغوج تاع لاصوص تاعنا، يعني باش تبان لاصوص تاع الصح. ومن بعد راح نزيد عليها علبه تاع التونه تاع طماطم كيما راكم تشوفوا، يعني راح تعطينا واحد النكهه شنقول لكم في لاصوص، تعطينا نكهه شابه بزاف. يعني لاصوص كي نزيدوا لها التونه تاع طماطم صدقوني تجيكم بنا بزاف شابه فيها. وهذه احسن صلصه ترافقوا بها الارز نتاعكم. تقدروا ديروا يعني اللي تبغي دير دجاج، ترافقها بالسكالوب، ترافقها اي حاجه، اما انا بغيت نديرها لكم اقتصاديه فرافقتها لكم غير بهاد لاصوص ذوق التونه. هنا كيما راكم تشوفوا درت لكم يعني اشكال مختلفه، يعني كل واحده تبغي تقلش روحها كيما تبغي. بغيتي ديريها قلب، بغيتي ديريها مدوره، بغيتي ديريها المهم، وبلا بغيتي تحطيها كيما راهي تنحط، يعني كيما درتي. انا بغيت نقلشكم وندير لكم هادو الشكلين المختلفين. درت لكم واحده على شكل تاع القلب، والزوجه يعني درتها في غرفيه وقلبتها. ومن بعد درت عليها كيما شفتوا بول هكا صغير، درت فيه هذيك لاصوص طوماط اللي كنا خدمناها مع بعض ودخلتها في الوسط. وشوفوا انا كي جيت نرفد الطوبسي زعما باش نوري لكم، تهودت لي مره ولا غير واحده، يعني باش تاكدوا باللي الروز تاعكم ما يجي معجن، ما يجي ويجي شباب بزاف. الذوق تاعه رائع بزاف، يعني هذيك التحميصه اللي كنا حمصناها للشوربه تعطيه جو ما شاء الله لهاد الروز، ينتكل غير وحده بلا والو ينتكل هاد الروز. وانا يعني رافقتها لكم بهاد لاصوص اللي تجي بزاف شابه وبزاف بنينه، يعني تقدروا ديروها لولادكم. وحده تجي تبغي دير لولادها فطور تكون خدامه ولا تقد ديرها، تقدروا ديروها حتى العشاء، صدقوني ما تندموش فيها هاد الوصفه. يلا حبيباتي بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها. وما تنساونيش حبيباتي بالدعم تاعكم، خلوا لي جيم وكومونتير وبارطاجوا الفيديو مع احبابكم لتعم الفائده. سلام.